الهضبة اتسرق. انا صعبان عليا يا عم تبيع حرف القشط الذهب اللي جابته لك حنان هديه في عيد ميلادك. دي مش اخلاق حبيبه خالص. ادي الله وادي حكمته. احنا الاتنين مفلسين وهنموت من الجوع، ومفيش شغل اللي من دول. الامن مستتب في البلد كلها، ومحدش عايز خلقتنا الجميله دي في اي حاجه. هسرق بقى ولا اعمل ايه؟ وبعدين الذهب ما بيبقاش ظريف على الرجاله بصراحه. طب ما كنا بعنا التلفزيون، ما التلفزيون مش ظريف للرجاله برضه. يعني انت فاكر ان اللي عندنا ده تلفزيون؟ ده بوتاجاز قديم وعابدين هو اللي قلبه لنا تلفزيون. طب كنا بعنا اوضه السفره. طب وناكل فين؟ هو احنا لاقيين ناكل اصلا ولا هي منظره فاضيه وخلاص؟ اوضه السفره دي اصلا بتاعت جدي من ايام جوازه، ولو رجع تاني وما لقاهاش هيقفش عليا. يعني مفيش حل تاني؟ بص يا صلعت يا حبيبي، الثلاث حاجات اللي احتكم عليهم في الدنيا انت والحرف الذهب اللي جابته لي حنان والعربيه. العربيه لا يمكن ابيعها علشان دي عشره عمر، وانت مستحيل الاقي حد يشتريك مني لانك مالكش ورق اصلا. يبقى فاضل ايه؟ فاضل تقول يا رب من قلبك وهو هيفرجها. يا رب. مش قلتلك قابل يا معلم؟ الو، انت سوبر هنيدي؟ مين؟ انا عمرو. هو انت مش عارف صوتي ولا ايه؟ يعني عمرو دياب مثلا ولا عمرو اديب ولا مين حضرتك؟ ايوه انا عمرو دياب. وانا بليغ حمدي اؤمر. انت هتهزر بقى يا بيبو ولا ايه؟ قصر يا عم وبطل هزار بقى. في ايه يا هنيدي؟ واحد عامل نفسه عمرو دياب. يا عم انا عمرو دياب مش عامل نفسي ولا حاجه. طب اديني اماره. عمارة من كام سنه وانا 100%. يا سلام، ده قفل السكه. طب ما يمكن هو عمرو دياب فعلا يا عمو. يا عم وعمرو دياب هيكلمني ليه؟ هو انت قليل؟ انت نجم يا عمو والبلد كلها عارفاك وبتلجأ لك في المشاكل. كلمه تاني وحد ابوك. يا عم اكلمه ايه؟ ما انت عارف ان ما عنديش رصيد. ابعت له كلمني شكرا. عايزني ابعت لعمرو دياب كلمني شكرا؟ انت عبيط يا صلعت. اقول لك ايه، انا هخلي حنان تحول لي رصيد واكلمه. طب هتكلم حنان ازاي؟ هبعت لها كلمني شكرا. يا نهار حريم، ايه ده يا هنيدي؟ انا ما شفتش كده قبل كده. ومش هتشوف كده الا في حته زي كده. احنا تحت امرك يا هضبه. والله انا اتسرقت يا سوبر هنيدي. في حد دخل البيت وانا مسافر وسرق رف الجوايز اللي خدتها طول عمري، والجوايز دي ما تتقدرش بمال اصلا. طبعا احنا بنفخر بيك يا هضبه وبالجواز اللي بتاخدها. هما كانوا كام واحده؟ عد معايا بس صلي على النبي كده في سرك الاول. وفي سر ليه؟ اللهم صل عليك يا نبي. اصل الحاجات دي تتحسب. وحضرتك خايف من الحسد ليه؟ ما هم اتسرقوا اصلا. اي اللهم صل عليك يا نبي. بص بقى يا سيدي، الميوزك اوورد بتاعت نور العين، والميوزك اوورد بتاعت حبيبي ولا على بالي، والميوزك اوورد بتاعت ليلي نهاري، والاسطوانه البلاتينيه بتاعت ميال، واوسكار احسن مطرب عربي بتاعت انا عايش ومش عايش، وجايزه اللهم صل على حضرة جمال النبي. حضرتك عارف طبعا ان منافسينك كتير واللي منافسين اكتر. اكيد انت بتشك في حد. قول ولا اقول انا؟ لا يا سيدي قول انت. مثلا يعني ممكن تكون بتشك مثلا في محمد فؤاد. فوقش حبيبي وابن بلد وعمره ما يعمل كده. ده اخويا، ده احنا طالعين مع بعض اصلا. بس ايدي ممكن تكون بتشك في اليسا. انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ هي مطربه ولبنانيه، هتنافسني ليه؟ خلاص كده بقى يبقى محدش فاضل غير شكوكو. شكوكو؟ هقول لك ممكن يكون تامر حسني. ومين بقى ماجد حسني ده؟ مش ماجد، تامر حسني الروش بتاع الجيل. لا والله
انا ما اعرفش حد اساسا بالاسم ده. يبقى بص يا هضبة بقى، محدش عمل العملة دي غير الواد حمائي. وحماتي هتسرقني ليه بقى؟ حاجه غريبه قوي. واضح ان الهضبه مش مركز مع النجوم الجدد. والله انا راجل مركز في شغلي وحفلاتي وجوايزي وكونسرتاتي، ولا ليا اعداء ولا ليا منافسين. انا مع نفسي. فعلا يا هضبة مفيش احلى من انك تبقى مع نفسك. الناس بقت وحشة جدا. بقول لكم انت وهو، جوايزي دي انا صارف عليها دم قلبي، هتدوروا لي عليها ولا ابلغ عنكم البوليس؟ يا هضبه وهتبلغ عننا احنا ليه؟ بس انت اكيد الهضبة بيهزر. لا بقى انا ما بهزرش، انا شاكك انك سوبر هنيدي اصلا. من ساعه ما جيت وعمال تسالني عن زمايلي وتقول لي هم اللي سرقوك. انت صحفي ياض ولا ايه حكايتك؟ يا هضبة افهمني يا فنان، انا بفكر معاك بصوت عالي مش اكتر. انا بقى يا سيدي ما بحبش الصوت العالي. قدامكم يومين، لو ما رجعتوش الجوايز هبلغ عنكم وهقول ان انت منتهى لشخصيه سوبر هنيدي اصلا. واضح ان موضوع السرقة ده مضايقك شويتين. عموما احنا 48 ساعة ونرد على حضرتك. استنى بقى يا هنيدي، هو انت قافش علينا كده ليه يا عم؟ مش يمكن انت اللي تكون سرقتهم؟ وهعمل كده ليه يا فالح؟ انتم لا مؤاخذه كده ما تقدروش تفوتوا اسبوع ولا التاني الا لما يبقى لكم خبر يغرق الدنيا، حلو ووحش، المهم الناس تتكلم عنكم، يعني من الاخر غاويين شهره. اخلص يا جاهل، وهو الهضبة ناقص شهرة اصلا؟ وبعدين لو كان عمل كده عشان يتشهر كان بلغ البوليس والصحافة كتبت وكان طلع في القاهرة اليوم. لا لا لا، اللي انت بتقوله ده اي كلام. لا مؤاخذة يا هضبة. اصلا مين هيقدر يدخل بيت متصور بالكاميرات اللي بتراقب اللي داخل واللي خارج واللي حتى هيتفرج؟ لو على الكاميرات سهله. انا بس للاسف لما رجعت من السفر لقيت كل الكاميرات مش شغاله. طب بقول لك ايه، احنا عايزين نشوف الناس اللي زارتك الاسبوع اللي قبل ما تسافر. كلهم اصحابي ملحنين وشعراء. اوكي، يعني مفيش حد غريب زارك؟ طبيعي ان في عيال جديده بتيجي تسمعني حاجات كتبتها، بس دول ما بيقعدوش كتير. من اول حاجه بسمعها ببقى عارف ان ملوش فيها فبسيبه واقوم باي حاجه. وفي ناس معجبه بلاقيها مستناني على الباب، بس دول بقى طيبين. طيبين بس؟ ده انا قوي جد كده. اوكي، نحب برضو ناخد فكره عن الناس دي. الشرايط عندك كلها، شوفها براحتك. اقوم انا بقى عشان عندي استوديو. الشريط الجديد لازم يكون في السوق بعد شهر. اتفضل يا هضبة اتفضل، بس انا عندي سؤال. البوستر اللي فات لا مؤاخذه يعني قلعت فيه، يا ترى اللي جاي بقى هتعمل فيه ايه؟ مش قلت لك يا بيبو ان شكلك كده صحفي؟ سؤال رفيع يا هضبة لو سمحت، انت ليه حاطط كاميرات اصلا؟ عشان يا سيدي في معجبين مجانين شويه بيباتولي على باب البيت وما بعرفش اخرج منها، ما بخرجش غير لما بلاقي السكه فاضيه. عن اذنك بقى انت وهو. غريب قوي الهضبة. ليه يعني؟ ما سألناش حتى تشربوا ايه؟ يا اخي بيقول لك عندي استوديو. مريض يعني ولا ايه؟ والله ما حد مريض غيرك انت. يلا يلا يا كلب البحر، يلا نبتدي شغل. واضح كده ان الهضبة ادالك عربون حلو للشغلانة خالص. امال جبت الاكل ده منين؟ بعت الحرف الذهب. اخس. امال يعني كنت هستنى لحد ما تاكلني؟ المهم احنا دلوقتي وصلنا لنص حل اللغز تقريبا. ازاي؟ بص يا صلعت، انا حطيت شرايط المراقبة قصاد ملفات المجانين اللي بيحبوا الهضبة، فهمت؟ بعد كده اكتشفت ان في واحد من معجبينه المهووس بيه يقدر يدخل بيته فعلا. ازاي؟ سألت الهضبة قال لي مش فاكره لانه بيورد عليه خلق كتير كل يوم، بس انا عرفت عنوان شغله وهنا هيبتدي النص التاني. وده بيشتغل ايه يا هنيدي؟ رجل اعمال. ده هو ده اللي راجل اعمال يا هنيدي؟ طبعا مش بيعمل اللي عليه وبيشتغل يبقى رجل اعمال. امورنا يا نجم، صباح الفل. انا هاخد رغيف كبده ورغيف سجق. ايوه الاستاذ. هاخد 6 و6. بس انت شبه النجم عمرو دياب الهضبه. انا بموت في الهضبه، ده حبيبي لعلمك. انا اصلا واخد الكبده دي هوايه، بس انا اصلا شاعر بكتب اغاني. وكتبت لمين عدم المؤاخذه؟ في كذا حاجه كده ربنا يكرم، بس انا بقى حاطط الهضبه في دماغي ومش هكتب لحد غيره. طب والهضبه سمع شغلك قبل كده؟ مره كده يعني كنت سمعته حاجه في التليفون، قال لي مش بطاله بس عايز احسن. بس المره الجايه بقى ان شاء الله هنشتغل مع بعض. عن اذنكم بقى هروح اجيب لكم السندوتشات.
مرتحناش يوم سافرنا واستنينا يجينا الرد، مرتحناش يوم سافرنا. وبعدين يا عمو؟ هنمشي وراه لحد بيته ونفتش البيت. ده شكله غلبان يا هنيدي. انا متأكد ان هو. يا عم بقول لك غلبان، ده طلع عبيط اهو. طول بالك. جايزة أحسن شاعر في العالم مجدي نتانا. Thanks. Sorry, I'm not speak English very well. اثبت عندك يا مجدي ولا حركة. ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا البلدية. يبقى عشان الهضبة مرضيش ياخد منك كلمات الأغاني تقوم تسرقه. اخس بالذمة، دي حركات شعرة دي؟ ها انت اسمعني يا باشا، والله العظيم انا مش حرامي. اخرس يالا. اسمعني بس يا باشا، انا لو حرامي كنت سرقت حاجات تانية من بيت الهضبة. انا خدت الجوائز دي علشان الاقي حاجة اقابله بيها تاني واسمعه الاغاني بتاعتي. ده الموضوع بس والله يا باشا. يا سلام، تسرقه عشان تقابله؟ اما لو عايز تاخد معاه فنجان قهوة تقتله قاعد ولا ايه؟ صدقني يا باشا، مقابلة الهضبة اصعب من مقابلة، وعمره ما كان هيدخلني ويقعدني ويسمعني غير لو قلت له الجوائز بتاعتك عندي. والله كلام معقول يا هنيدي. خلاص يا سيدي، سامحته عشان خاطركم المرة دي. المهم ان جوايزي رجعت لي. يلا يا سيدي سمعه وخلصنا. عارفة احلى حاجة فيكي ايه؟ بتحلي اي شيء عينيكي تيجي فيه.